لا مشكلة في ذلك. طالعين لك معترضين، اكو هم شغلة قضية شنو، يقول لك هاي شنو شعيرة الأسد اللي يرفعون أسد يدورون به هكذا، على أساس واحد يعني يرتدي ثياب الأسد هكذا، يمثل كأنه أسد وهكذا، ويلطم أحيانا وكذا يفعل. يقولون هاي شنو، هاي الشغلة مستحدثة وطلعوا لنا ذولا ببدع جديدة. هذا الجهل هذا. إخواني هاي الشعيرة أيضا قديمة، هاي من الخمسينيات من الأربعينيات موجودة. اقرأوا الكتب التي تتحدث عن الشعائر، اقرأوا المؤرخين الذين أرخوا لتاريخ كربلاء، هذه معروفة. هذه يقصد بها. هم أيضا قضية رمزية، أنتم ما تعلمون أنه الأجساد الطاهرة تركت على الفلات، صحيح أم لا؟ عندنا بالآثار ماذا؟ أن أسدا جاء لكي يحمي، يعني بأمر الله عز وجل، هاي مخلوقات الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الله عز وجل يجعل أحيانا حماية نبي بسبب ماذا؟ دجاجة تجي تبيض على الغار، وعنكبوت يجي ينسج ماذا؟ ينسج خيوطه حتى المشركين لا يدخلون الغار، صحيح أم لا؟ من الذي ألهم هذا الحيوان؟ الله عز وجل. من الذي ألهم هذا العنكبوت؟ من الذي ألهم هذه الدجاجة؟ الله تعالى يقول في القرآن الحكيم: وأوحى ربك إلى النحل، صحيح أم لا؟ إيحاء يصير حتى للحيوانات. الله عز وجل مخلوقات بيد الله. الله أوحى أو ألهم قذف أيا كان أسدا جاء لكي يحرس هذه الأجساد الطاهرة من ماذا؟ من الذئاب، من الكذا، صحيح، حتى لا تنهش الأجساد الطاهرة، صحيح. وفي بعض الآثار، يعني في هذا من المأثورات، أن هذا الأسد كان يأتي ويمرغ نفسه بماذا؟ بالدماء الطاهرة. إنزين، الأسد أيضا له شعور، الحيوانات لها نسبة من شعور، وإلا لا تسبح بحمد الله عز وجل. لكن إحنا لا نفقه تسبيحها، ولكن لا تفقهون تسبيحه، صحيح أم لا؟ الآن استذكارا لهذا الأمر، مشهد تمثيلي، الناس ترفع أسدا، يعني إنسان يلبس ثياب أسد كذا، ترفعه ويسوي هكذا كأنه يمرغ نفسه بالأجساد الطاهرة. إعادة تمثيل، شيء يذكرنا بماذا؟ بما جرى في مصاب الحسين وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام. ما المشكلة يعني شنو المشكلة في ذلك؟ ما أدري أنه الوهابية والبكرية كذا يستهزئون، يطبون مرض، خلي يستهزئون. هم بشنو يسمى يستهزئون؟ هؤلاء قوم طبع الله على قلوبهم وعلى أبصارهم. احنا